أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير. هلا هون مثل ما بتشوفوا بصل بتقلى مع تومة وحطيت عليهم الجزر عشان أعمل كبسة. البصل مفروم ناعم، والتومة كمان سنين تومة مفرومين كتير ناعم، وهلا تقلى معهم الجزر مثل ما بتشوفوا زي هيك. بعد ما يتقلى الجزر إن شاء الله شوية هيك بنخليه. بعدها بنحط كمان البندورة. تمام أحبتي، البندورة والفلفل. طبعا بندورة مقشرة كتير منيح ومفرومة ناعم كتير كتير زي ما انتم بتشوفوا، شايفين قديش مفرومة ناعمة ناعمة، والجزر مفروم مبشور، والبندورة مفرومة ناعمة، والفلفل كمان مفرومة ناعمة زي ما انتم بتشوفوا وبتلاحظوا. بعدها أحبتي إيش بدنا نحط عليهم؟ رب البندورة بدنا نحط عليهم هي معلقتين رب البندورة، شايفين كيف؟ ونحرك ونحرك ونحرك. وبعدها بدنا نضيف البهارات طبعا اللي حطيناها على الدجاج، هي نفسها اللي هي الكاري والكزبرة والكمون والفلفل الأسود. هاي أهم بهارات اللي بتنحط على الكبسة، واللومي. هدول هم بهارات الكبسة. بدنا نحط عليها قطع الدجاج. هلا بتشوفوا كيف بدنا نحط عليها قطع الدجاج، شايفين كيف بتقلي قاعدة وبتغلي. أنا عملت قطع زي هيك أحبتي اليوم، شايفينها كيف عليها فلفل أسود وعليها بهارات مشكلة، اللي هي بهارات مشكلة. إيش هي؟ مش البهارات السبعة، لا، اللي هي الكاري والكزبرة والكمون واللومي. هاي هي اللي محطوطة على الدجاج، وانطبخ وتقريبا استوى. وهلا مثل هيك بدي احط الدجاج كلياته، وبعدين بدي احط الرز عليها البسمتي، ومقدار الرز وملح. طبعا الملح على حسب المعيار. هلا كل كاسة رز بدها معلقة صغيرة جبل ملح. تمام. وبنحط عليها كمان حبة ماجي لتعزيز النكهة. طيبة هاي الأشياء يعني على الدجاج والرز وهاي الأشياء، طيبة عليها حبة الماجي. هي شايفينها كيف أحبتي ما أطيب منظرها. خليها تتسبك مع بعضها شوية، وبعدين بحط عليها الرز. نقعته طبعا وغسلته 3 مرات ونظفته كتير منيح. هلا بدها تطبخ مثل هيك مع بعضها كتير منيح، ومن بعد ما تطبخ وتتسبك مظبوط بحط عليها الرز. خليها شوي، وإن شاء الله بس أحط عليها الرز بورجيكم إياها بس تجهز، وتاكلوها بالصحة والهنا والعافية. ومقدار المي بالنسبة للرز البسمتي، كل كاسة بدها كاستين. في رز بيكون أقل، يعني كاسة وثلاث أرباع أو كاسة ونص على حسب نوعية الرز. شايفين كيف أحبتي؟ أنا هذا الرز نوعيته بعرفه، بحط عليه كاسة وثلاث أرباع الكاسة، يعني كاستين إلا ربع على الكوب الواحد من رز البسمتي. وتاكلوا بالهنا والشفا، واتبعوا